بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل شغلنا يا جماعة مع برنامج البريمافيرا. النهاردة إن شاء الله هناخد مثال عملي هيوضح الفرق لما أعمل سكادولينج للبرنامج بتاعي بطريقتين، يا إما طريقة ريتيند لوجيك أو بروجرس أوفر رايد. هنوضح إن شاء الله بمثال عملي الفرق ما بين الطريقتين وإيه تأثير كل طريقة على المشروع بتاعي، وهل هيديني نتيجة مختلفة ولا هيكون نفس النتيجة لو استخدمت أي أوبشنز من الأوبشنين دول. ندخل دلوقتي على البرنامج عشان نشوف بالظبط المشروع بتاعنا وتأثير كل واحدة فيهم. ده المشروع بتاعنا يا جماعة. لما اجي بعمل سكادولينج البرنامج اللي هو F9 او ان انا اضغط هنا سكادول، هيبقى فيه اوبشنز هنا. لو دخلت على الاوبشنز هيبقى فيه لما بيقول لي لما تيجي تعمل سكادولينج للبروجرس اكتيفيتيز هتختار اي اوبشن من الاوبشنات دي. طبعا اللي احنا بنستخدمه على طول يا اما بروجرس اوفر رايد يا اما ريتيند لوجيك. كمفهوم بسيط كده يا جماعه، ان ريتيند لوجيك معناها ريتين لللوجيك، يعني بيحافظ على العلاقات اللي موجوده ما بين الاكتيفيتيز اللي عندي. عندي حاجه تانية اسمها بروجرس اوفر رايد، يعني هو بيحترم البروجرس اللي حصل في الموقع او ما بين الاكتيفيتيز اللي موجوده، مش العلاقه اللي موجوده او اللي انا حاططها من الاول. يلا هنشوف بقى دلوقتي الفرق ما بين الاثنين في المشروع اللي انا شغال عليه. اول حاجه ان انا هروح اشوف المشروع ده. المشروع بتاعي هو ده المشروع اللي عندي. انا ظاهر اعمده معينه، هنشيل الاعمده دي. انا عايز بس ايه؟ الفينش ديت بتاع المشروع. هنشيل الستارت، نشيل الفينش او نخلي الفينش عفوا، ونشيل البيز لاين بروجكت ستارت. انا عايز البيز لاين بروجكت فينش والفينش بس، والفاريانس ما بين الاثنين. نعمل ابلاي، نعمل اوكي. كمان نعمل فلتر يبين لنا بس الاكتيفيتيز اللي هي ان بروجرس، يعني يشيل الاكتيفيتيز الكومبليتد. طبعا ده احنا ابديت شغالين عليه، ففي كومبليتد اكتيفيتيز وفي ان بروجرس وفي نوت ستارت. فانا هعمل فلتر اكتيفيتي ستاتس، يبقى activity status is not equal completed. ده عشان يبين لي الاكتيفيتي اللي هي not started او ال in progress. نعمل اوكي، نعلم عليه كده ونعمل ابلاي ونعمل اوكي. نطلع فوق. دلوقتي يا جماعه لما انا جيت اخطط للمشروع، المشروع كان البيز لاين بروجكت فينش، يعني الفينش ديت الكونتراكشوال بتاع المشروع هو 8 اغسطس 2022. طيب بعد الابديت بقى، بعد ما عملت ابديت للمشروع ايه اللي حصل؟ حصل فيه فاريانس للمشروع، فالفاريانس ده هيظهر عندي في العمود اللي هو بتاع الفينش. طبعا هيبان كل اكتيفيتيز من الاكتيفيتيز دي، البيز لاين والفينش. هنشوف هل في فاريانس في الاكتيفيتيز ولا لا، ونبدا بقى نشوف الفرق اللي عندنا. طيب نعمل اول حاجه سكيدول، نروح على الاوبشنز ونعمل اول حاجه ريتيند لوجيك، وعايزين نفتكر كويس الارقام اللي هتبقى موجوده. نعمل كلوز. هيقول لي هنا، بيقول لي انت عملت تغيير، اقول له ايوه يا باشا تمام، ونعمل سكيدول. لما عملت سكيدول استخدمت الريتيند لوجيك، طلع الفاريانس كام؟ 8 ايام. طلع الفينش ديت بتاع المشروع هو كام؟ 18 اوجست مش 8 اوجست. فانا عندي فاريانس 8 ايام. ليه 8 ايام بالرغم من ان الفرق 10؟ لان دي طبعا هي الوركينج دايز وليس الكالندر دايز. طيب يبقى دي اول حاجه، هيديني ماينس 8 لو اشتغلت بطريقه الريتيند لوجيك. طيب خلينا نروح بقى نشوف طريقه تانية اللي هي البروجرس اوفر رايد. نعمل سكيدول، اوبشنز، بروجرس اوفر رايد، كلوز، يس، ونعمل سكيدول. ايه اللي حصل بقى يا جماعه؟ الفاريانس بقى ماينس 1 والفينش ديت بقى 9 اوجست 2022. طبعا يا جماعه فرق كبير جدا. يعني انا بالنسبه لي انا كبلانر، يعني لما اجي اعمل المشروع او لما اقدم فيجر، من ضمن الفيجرز الاساسيه اللي هي مطلوبه مني للمشروع، تقول لي يا هندسه يا مهندس التخطيط المشروع الفوركاست بتاعه هيخلص امتى؟ فطبعا احنا بنتكلم في فاريانس كبير ما بين 9 اوجست ل 18 اوجست. طبعا احنا بنتكلم على مشروع صغير، فتخيل بقى لو مشروع كبير وفي علاقات كتير ما بين الاكتيفيتيز. تعالوا بقى نفهم ايه اللي حصل عشان نعرف ازاي نحل الموضوع ده، او ازاي نبقى عارفين بالظبط ايه اللي بيحصل لما استخدم الطريقه دي وايه اللي بيحصل لما استخدم الطريقه دي. وعشان نفهم اللي حصل يا جماعه لازم يبقى في حاجه قدامي على طول ببص عليها، هي اللونجست باث. وبقوم رايح على طول من الفلاتر اللي عندي وبروح عند الفلتر بتاع اللونجست باث، اتك عليه. طبعا هنا ممكن اسيب الاكتيفيتي ستاتس، مش هتفرق معايا لانها كده كده
تبقى زي ما هي، او ممكن اشيلها مفيش مشكله، واعمل all selected filters واعمل apply واعمل اوكي. طيب هيبان عندي بقى يا جماعه ايه اللونجست باث بتاعي. طبعا ده موجود لكل دبليو بي اس، فانا عايز كل الاكتيفيتيز تبقى ليست من الاكتيفيتيز كده ورا بعض. هشيل الاول الديتيلز اللي تحت مش محتاجها، اعمل نو بوتوم لاي اوت عشان ابين لي الصفحه كامله، واخلي الليفل مثلا للدبليو بي اس ليفل 2 مثلا او حاجه، واعمل ابلاي بحيث ابقى شايف كل الاكتيفيتيز ورا بعض كده بتاعتي، او زي ما احنا شايفين دي الاكتيفيتيز بتاعت اللونجست باث بتاعي. هنبينها بقى بشكل اكبر عشان نشوف بالظبط ايه اللي حصل. طيب لما اشتغلت يا جماعه دي، ده الاول طبعا يا جماعه السكادولينج دلوقتي انا شغال بروجريس اوفر رايد. لما اشتغلت بروجريس اوفر رايد عندي الحاجه الاساسيه او اللي بيدرايف كل الاكتيفيتيز اللي بعد كده هو اكتيفيتي اسمه الفيل انترنال بلاستر. فهو في الانترنال بلاستر ده يعتبر هو ده الاكتيفيتي اللي عامل لي مشكله، اللي عامل لي فرق ما بين الفينش ديت لو اشتغلت ريتيند لوجيك والفينش ديت لو اشتغلت بروجريس اوفر رايد. طيب تعالى بقى نفهم الاكتيفيتي ده ايه اللي حصل فيه. خلينا ناخد الاكتيفيتي ده لوحده ونبدا نشوف ايه اللي حصل فيه في البروجرس اوفر رايت. في البروجرس اوفر رايت خلاص انا عايز ابين الريميننج ديوريشن مش الاوريجينال، اشيل الاوريجينال ديوريشن واروح ابين الريميننج ديوريشن. هو الاكتيفيتي ده بيقول لي ان هو لسه ما بداش او بدا، عفوا. لو دخلت على الستيتس بتاعته كده هلاقي ان هو بدا يوم 12 ابريل 2022، والريميننج ديوريشن فاضل له ديوريشن 10 ايام، يعني هو فاضل له 10 ايام عشان يخلص. ايه العلاقات بتاعته؟ لو دخلنا على الريليشن شيب هنلاقيه هو مربوط بالانستول ووتر سبلاي درينج بايبس، يعني ان انا اخلص اعمال السباكه وادخل على طول على البلاستر، ودي علاقه منطقيه جدا. عشان نجمع الكلام بقى ان في الحاله دي الفيل انترنال بلاستر او اعمال المحاره في حاله البروجرس اوفر رايد فاضل لها 10 ايام. خلي بالك بقى قوي وركز معايا في الحته دي ان الدرايفنج اللي هو العمود ده مفيش هنا علامه صح. خلينا بقى ندخل على نفس الحاله بس الريتيند لوجيك. نعمل سكادول، نعمل اوبشنز، خش على الريتيند لوجيك، نعمل كلوز، نقول له يس، نعمل سكادول. طبعا يا جماعه تغيير كبير حصل. كل الاكتيفيتيز التانيه دي مش هتهمني في حاجه لانها نوت ستارتد. اللي بيفرق يا جماعه هي الان بروجرس اكتيفيتيز، هي اللي بيحصل فيها التغيير اللي بيقودنا لتغيير السكادول ككل. ايه اللي حصل بقى يا باشا دلوقتي؟ اللي حصل هنا خلي بالك هنا في علامه صح وانا شغال تند لوجيك، بس مش ده اللي انا عايز اتكلم فيه. اللي انا عايز اتكلم فيه حاجه تانيه. لما اخش على فلتر طبعا انا لازم اعمل ابلاي تاني للفلتر عشان كل الفلتر يشتغل معايا او اللونجست باس يشتغل معايا، واعمل ابلاي واعمل اوكي. نعمل السورت بالفينش. في اكتيفيتي ظاهر عندي دلوقتي اسمه انستول اللي هو اعمال السباكه في الدور الاول. لما الاكتيفيتي ده ظهر عندي يا جماعه في الدور الاول اللي هو اعمال السباكه، ليه ظهر؟ لان هو دلوقتي هو اللي بيدرايف الفيل انترنال بلاستر. طب ليه هو بيدرايف الفيل انترنال بلاستر؟ لان انا شغال دلوقتي بطريقه الريتيند لوجيك، يعني هو بيحافظ على العلاقه اللي موجوده. يعني ايه برضه بيحافظ على العلاقه؟ العلاقه اللي هنا ان انا هخلص اعمال السباكه وفينش تو ستارت. يعني ايه فينش تو ستارت؟ يعني انا هخلص اعمال السباكه وبعد كده ابدا البلاستر. طب ما هو البلاستر بدا، ما يشغلنيش خالص موضوع البلاستر بدا. اللي يهمني بالنسبه لي هو العلاقه، لان انا شغال ايه ريتيند لوجيك. فهو عمل ايه بقى؟ نركز بقى في الحته دي قوي. هنا عامل جاب ما بين البدايه اللي هو هيرجع هيستأنف فيها نشاط البلاستر وما بين الاكشوال ستارت. اللي هو ايه الجاب ده بقى؟ اللي هو خلص اعمال السباكه يا باشا، خلص لي اعمال السباكه وبعد كده خلص لي اعمال البلاستر زي ما انت عايز، اللي هو قضي فيها الريميننج ديوريشن بتاعه اعمال البلاستر بتاعك. يعني شايفين يا جماعه الجاب اللي موجود هنا؟ ان هو بقى بيحافظ على العلاقه اللي موجوده اللي هو فينش تو ستارت. انا اوريدي ستارت بس ماليش دعوه، خلاص وقف الستارت اللي انت عملته خالص وارجع بقى كمل الشغل لما تخلص اللوجيك او العلاقه اللي انت حاططها من الاول. دي هي اسمها ايه بقى؟ اسمها ريتين، بيحافظ على اللوجيك اللي موجود. لو بصينا لنفس الشكل ده في البروجرس اوفر رايد، نعمل كلوز، نعمل سكادول. ايه اللي حصل بقى؟ باشا انت بدأت خلاص. باشا انا اللي اوفر رايد يعني اللي هو هيمشيني من الاخر كده هو الشغل اللي حصل في الموقع. انا بدات بلاستر بس انا لسه ما خلصت السباك او لسه حتى ما بدات السباك. لا بس انا ما عنديش مشكله، انا بدات بلاستر وشغال في البلاستر. خلاص هكمل شغل البلاستر وهكمل الريميننج ديوريشن بغض النظر عن العلاقه اللي موجوده. ده اسمه إيه يا جماعه؟ ده اسمه اوت اوف سيكونس اكتيفيتيز. يعني ايه اوت اوف سيكونس اكتيفيتيز؟ يعني انا بدات
من قبل ما انهي، يعني انا ما مشيتش على العلاقه اللي موجوده. ففي البروجرس اوفر رايد هو ما بيحترمش الاوت اوف سيكونس اكتيفيتيز وبيمشيها على طول على حسب البروجرس اللي محطوط في الموقع. تعالى كده على الباوربوينت بسلايد كده بسيطه نلخص الكلام اللي احنا قلناه ده. عندنا حالتين يا جماعه: ريتيند لوجيك، بروجرس اوفر رايد. لما اشتغلت بريتيند لوجيك هو حافظ على العلاقه اللي موجوده فينيش تو ستارت. العلاقه ايه؟ ان انا عندي اعمال محاره واعمال سباكه. انا قايل ان اعمال المحاره هتبدا بعد اعمال السباكه ما تخلص، فهو حافظ على العلاقه بغض النظر disregarding يعني ان هو بدا او ما بداش الاكتيفيتي بتاع المحاره. في البروجرس اوفر رايد هو خلاص ما مش شاغل دماغه خلاص بالنشاط اللي قبليه، هو كمل شغل على طول. فده كده يا جماعه مثال بسيط بيوضح لنا الفرق ما بين الريتيند لوجيك والبروجرس اوفر رايد. طبعا كلام كتير بقى، دي الاحسن امتى ودي الاحسن امتى، ما فيش يعني ما فيش حد يقدر يقول لك انت تشتغل على طول ريتيند لوجيك او بروجرس اوفر رايد. دي ليها مميزات وعيوب ودي ليها مميزات وعيوب، هنتكلم فيها اكتر ان شاء الله المرات الجايه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.